السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات السي اس اس. النهارده برضو هنكمل كلامنا على موضوع السي اس اس بروبرتيز واللي وصلنا فيها المره اللي فاتت لغايه موضوع التكست. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده وهنبدا دلوقتي بموضوع البوردرز. زي ما انتم شايفين برضو عندنا اكتر من حاجه في موضوع البوردر ده، منها الستايل بتاع البوردر نفسه، شكله هيبقى عامل ازاي، هيبقى نقط مثلا ولا هيبقى خط، وهكذا. الحجم بتاع البوردر نفسه هيبقى قد ايه، سمك الخط بتاع البوردر نفسه، لونه. وبعد كده ازاي نقدر نعمل البوردر نخليه يبقى فيه كيرف كده عشان يبقى شكله مختلف، وشكله ممكن يبقى شكله حاجه كويسه عن الشكل اللي هو اللي قدامنا مثلا ده. يعني ده بوردر حاد خالص، انما البوردر اللي هيبقى الراوندد ده هيبقى مثلا حاجه زي كيرف كده مثلا. واخر حاجه برضو هنبدا نشوف ازاي نتعامل مع كل دول عن طريق الطريقه المختصره اللي هي شورت هاند اللي ليها علاقه بالبوردر، زي ما شفنا قبل كده في الباك جراوند. تعالوا نبدا دلوقتي نعمل ديمو على موضوع البوردر ده. الديمو بتاعنا اللي احنا متعودين عليه هو ديف جواه كونتينر وجواه اتش 3 ومعانا سي اس اس فايل وسي اس اس فايل فاضي، وده شكله في البراوزر. تعالوا دلوقتي نبدا نزود ديف تاني جوه هنا، وهنحطه جوه الاتش 3 ده، وهندي كلاس للديف ده، ومثلا وليكن كلاس ايتم، وهبدا اقول له انا عاوز احط ستايل على كلاس ايتم. طيب تعالوا نحاول مثلا نحط كده ايه باك جراوند كلر ولا حاجه، خلوه مثلا بينك. ممكن نخلي الكلر ايه بقى بلاك، وهنبدا بعدها نديله الموضوع بتاع البوردر بتاعنا. واول حاجه مثلا هنديها هي البولدر ويتس مثلا، ونقول ان احنا هنديله بولدر ويتس مثلا ايه 2 بكسل، وده سمك الخط طبعا زي ما احنا قلنا. وبعدها مثلا هنقول له البوردر كلر هنخليه مثلا ريد، وبعدين هنبدا نديله كمان بوردر ستايل، ونخلي مثلا ايه، طبعا عندنا اختيارات كتيره جدا، احنا ممكن نخليه مثلا سوليد دلوقتي، ونبدا نتفرج على النتيجه. زي ما انتم شايفين رسم البوردر بتاعنا احمر اهو، زي ما اكبره لكم شويه كمان، بوردر احمر اهو، بدا يحط الايه اللون بتاع الباك جراوند جوه، والخط بقى اسود زي ما احنا كنا عاوزين، والدنيا بقت تمام اهو. طيب لازم بقى كل مره اقعد اكتب كل الكلام ده؟ لا طبعا، عندنا اختيار تاني ان انا اجي اقول له بوردر، وابدا بقى في البوردر ده مثلا اقول له الاول ادي الويتس اهو 2 بكسل، وبعدين هبدا اقول له ان انا عاوزه ريد، واخيرا هبدا اقول له بقى الموضوع بتاع ايه سوليد، وساعتها انا مش محتاج دول خالص. نفس النتيجه زي ما انتم شايفين. كمان ممكن تبدا تقول له انا عاوز اعمل بوردر راديوس مثلا، وتبدا تقول له في البوردر راديوس ده مثلا 5 بكسل. تعالوا نشوف ده هيعمل ايه. شايفين بقى في كيرف كده في كل اتجاهات البوردر بتاعنا. خلي بالك انت تقدر تعمل، يعني تعالى نخليه 25 مثلا عشان تظهر اكتر اهو. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تقدر تعمل بقى الاتجاهات دي، يعني مش لازم اعمل بوردر في كل الاتجاهات ولا بوردر راديوس في كل الاتجاهات، انا براحتي ممكن اعمل ايه. فممكن اجي اقول له ايه مثلا، ممكن اجي اقول له بوردر داش توب ليفت راديوس، واجي اقول له في التوب ليفت راديوس ده انا عاوزه ايه 0 بكسل مثلا. تعالوا نشوف النتيجه. شايفين الاتجاه ده ايه، اتجاه الشمال فوق، ما بقاش فيه اي حاجه. كمان اقدر مثلا اعمل ده كمان او نفس الكلام اهو مثلا، واجي اقول له ايه مثلا باتون، وبعدين اقول له رايت. كل الاتجاهات بقى معاك خلاص. نفس الكلام اهو. شايفين شكلها بقى ايه مختلف خالص. كمان اقدر اعمل نفس اللي عملته ده برضو في البوردر، يعني اقدر اعمل البوردر نفسه في اتجاه او في اتجاه لا. تقدروا تجربوها انتوا وايه وشوفوا النتائج بتاعتكم هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين بدأنا نوصل لاشكال مختلفة وحاجات ما كناش بنعرف نعملها قبل كده، نتيجة لان احنا بدأنا نعرف اكتر عن موضوع السي اس اس والبروبرتيز المختلفة بتاعت السي اس اس. تعالوا بقى نتكلم عن حاجات مهمة جدا دلوقتي، وهي المارجن والبادنج والهايت والويدث. الهايت والويدث اتكلمنا عنهم كذا مرة قبل كده، والهايت اللي هو ارتفاع الكونتينر اللي انت عاوزه، والويدث نفس الكلام اللي هو عرض الحاجة اللي انت بتعملها. فدلوقتي خلونا نتكلم اكتر عن موضوع المارجن والبادنج، وفي الاخر خالص هنتكلم عن حاجه اسمها البوكس موديل. طيب دلوقتي شايفين كلمه هاي دي لازقه قوي في البوردر، انا عاوز ابعدها عن البوردر،
عاوز اخليها مش تبقى ما بيبقوش لازقين في بعض كده. ازاي اعمل ده؟ وده عن طريق حاجه اسمها البادنج. فانا اقدر اجي كده اقول جوه الكونتينر بتاع ايتم ده، اقول ان انا عاوز اعمل بادنج، والبادنج ده هيبقى مثلا 20 بكسل. شايفين ايه اللي حصل؟ حجم اصلا الديف ده كله كبر. ليه؟ لانه اضطر يسيب مسافه 20 بكسل جنب الكلمه دي من الشمال ومن اليمين ومن فوق وتحت، كده كده هيزود 20 في كل الاتجاهات. طب انا ما كنتش عاوز كده، انا كنت عاوز اخد بس من الشمال. ينفع اعمل ده؟ كنت ينفع تيجي تقول له بادنج داش ليفت 20 بكسل. فهو عمل ايه كده؟ خد ال 20 بس من الشمال، ما زودهمش غير في الشمال، بس كل الكلام ده داخلي جوه الديف. خدتوا بالكم؟ واضحه بالنسبه لكم دي ان البادنج بيبقى داخلي جوه الديف، مش حاجه براه. انا ما اثرتش على اي حاجه بره، انا الديف نفسه عمال بيكبر وحجمه بيتغير. طيب ده بالنسبه لموضوع البادنج. طب تعالوا نزود ديف تاني كده يكون واخد نفس الكلاس. سمي مثلا ده واحد، هنحط كلمه زياده يعني عشان نبقى عارفينهم من بعض ونشوف. شايفين الاتنين ديف لازقين في بعض تماما، في كلهم تحت بعض على طول بالظبط. طب انا كنت عاوز مسافه بينهم وبين بعض، اقدر اعمل ده ازاي؟ تقدر تعمل ده عن طريق بقى الحاجه التانيه اللي اسمها ايه؟ مارجن. فانا مثلا هقول له مارجن 20 بكسل. شايفين عمل ايه؟ ساب من كل الاتجاهات بره الديف، مش جوه الديف، بره الديف. ساب 20 بكسل من اليمين شمال فوق تحت. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ ما كانتش كده خالص يعني من شويه. لو رجعنا تاني اتفرجنا، بصوا كانت لازقه في كل الاتجاهات، فوق تحت يمين شمال كلهم لازقين في بعض. اول ما عملت موضوع المارجن ده الدنيا اتغيرت تماما. طب بالمره كده ما نيجي ندي ويتس مثلا للايه؟ للديف ده، خلوه مثلا 200 بكسل. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ شكلها بقى تحسها حاجه كده كانك شايف مثلا منيو جانبيه في سايت او مجموعه بلوكات موجوده في سايت معين. بس الفكره ان هم ما جوش جنب بعض. ان شاء الله يعني في الفيديوهات اللي جايه هنعرف ليه ما جوش جنب بعض، لان ده مرتبط بحاجه ثانيه اسمها ديسبلاي وحاجه زي الفلوتنج وكده، فهنبدا نتكلم عنهم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. كمان نقدر كمان نديها هايت، ومثلا هنديها هايت مثلا 100 بكسل. برضو ايه الارتفاع بتاع الديف نفسه بدأ يكبر وشكله بقى مختلف وشكله بقى افضل يعني. كده احنا عرفنا يعني ايه مارجن ويعني ايه بادنج ويعني ايه هايت ويعني ايه ويتس، وايه الفرق بين المارجن والبادنج وازاي هما بياخدوا المسافات بتاعتهم. وده هيرجعنا تاني عشان نقدر نتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها البوكس موديل. والرسمه اللي قدامنا على اليمين دي يا شباب بتعبر عن شكل كل ايتم او كل اليمنت اللي بيبقوا موجودين في الصفحه، وتقسيمات الهايت والويتس وتاثيرهم عليه. بمعنى ان انا دلوقتي عشان ابدا اشوف مثلا لو الكونتنت ده هنعتبر ان ده كانه ديف. الديف ده يا شباب اما اجي اقول لك الديف ده طوله قد ايه وعرضه قد ايه، هيكون ده كله هو طوله وعرضه، مش بس الجزء بتاع الكونتنت اللي جوه. ليه؟ لانه يعتبر من المساحات والابعاد اللي الديف بيبقى حاجزها لنفسه. اي حاجه بادنج انت مديهوله، اي بوردر انت مديهوله، اي مارجن انت مديهوله، بيتحسبوا كان هم من الابعاد الكليه للديف ده. عشان كده اسمه البوكس موديل. وعشان نتفرج على ده اكتر من البراوزر تعالوا نشوفه مع بعض. لو رجعنا هنا للبراوزر وعملنا انسبكت اليمنت على اي ديف من دول، وهبدا دلوقتي اقف على ديف اللي هو ايتم ده اهو، وهلاقي هنا حاجه اسمها كومبيوتد. وفي كومبيوتد دي هلاقي البوكس موديل اللي احنا كنا شايفينه من شويه. لو جينا نبص بقى عليه واحده واحده كده، هنلاقي اول حاجه ال 200% دول الويتس والهايت اللي احنا حاطينهم. بعدين احنا ادينا بادنج ليفت 20. شايفين فوق مش مدي ايه بادنج هنا؟ يعني لو جيت هنا قلت له 20 بص هتلاقي شكل الديف عمال بيتغير فوق اهو. رجعت تاني شاله وهكذا، فده محسوب من البادنج. طيب بعدها البوردر بتاعك انت حاسب 2 بكسل في كل الاتجاهات. واخيرا المارجن اللي هو 20 في كل الاتجاهات، وكنت تقدر برضو ما تدوش في اتجاه معين على حسب انت عاوز ايه. فنفس الفكره. خد بالك بقى كمان من شكل التظليل اللي بيحصل فوق في البراوزر طول ما انا ماشي على البوكس موديل. بص بيقول لك ده الديف، شايف اصلا ايه يعني؟ هو مش كله اصلا. بعدين ده البادنج مثلا، ده المارجن البوردر قصدي اهو. وبعدين في الاخر ده المارجن جايب لك ايه؟ الكونتينر بقى الاجمالي بتاع الديف. رغم ان الديف ظاهر في الصفحه كانه واخد جزء بس منها، الا انه حقيقه الامر يعني
هو بالنسبه للبراوزر واخد السطر كله، وده زي ما قلت لكم هنعرف ليه بعد كده ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. ده كده بالنسبه لموضوع البوكس موديل، واللي هو طبعا من الحاجات المهمه جدا ان انت تبقى فاهم. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، واتمنى ان الفيديو لو عجبكم تعملوا له شير مع اصدقائكم اللي مهتمين بنفس المجال، ومستنيكم فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.